السلام عليكم. حلقة النهاردة حلقة مش عادية، عشان هنتكلم النهاردة عن قصة واحد من أعظم الشخصيات الإسلامية في التاريخ، واللي هو الفاروق عمر بن الخطاب. هنبدأ قصته من طفولته وقابلته اللي هو منها، وإزاي أثرت على شخصيته من صغره وشبابه وعدائه الكبير للإسلام، وبعدها قصة دخوله الغريبة للإسلام، وبعدها نبدأ نتكلم على معاركه الأولى مع المسلمين ضد قريش وصحبته لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبعدها دخول عصر الخلافة مع أبو بكر الصديق وحروبه مع الردة، وبعدها قصة تولية أبو بكر الصديق ليه كخليفة بعده عشان يكون أعظم حاكم في التاريخ العربي، وإزاي على إيده قدر ينهي إمبراطورية الفرس ويقطع المنطقة العربية ومصر من تحت حكم الروم ويعمل إمبراطورية إسلامية. ففتح مخك كده وركز معايا وحضر كوباية الشاي وتعالالي. بس في الأول كده واحنا سخنين انزل نعمل لايك وسبسكرايب لو دي أول مرة تشوفنا، وفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا الجديدة اول باول. وما تنساش ان احنا بننزل حلقة جديدة كل يوم جمعة الساعة 2 بتوقيت مصر بعد الصلاة. انا محمود الخطيب وده برنامج البروفيسور. عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة القرشي العدوي. بيجتمع نسب عمر ابن الخطاب مع نسب الرسول عليه الصلاة والسلام عند عدي بن كعب، والعدوي ديت جاية من عدي بن كعب. وبني عدي دول كانوا واحدة من العائلات اللي بتعيش في مكة وقريش، بس دول كانوا يعتبروا أقل شوية في المكانة من بني هاشم وبني عبد المطلب وبني مخزوم وبني أمية، بس برضه هم كانوا من بني قصي، واللي كان ليهم الست وزارات الرئيسية اللي في قريش. فكان بني عدي دول برضه مش قليلين في قريش. وفي الوقت دوت مكة كانت مركز تجاري وديني في المنطقة بحكم وجود الكعبة وتجارة الآلهة في مكة. فالمهم جد عمر بن الخطاب اللي هو نفيل بن عبد العزة كان واحد من اللي بيحكموا بين قريش في منازعاته، وكان له كلمة مسموعة حرفيا، لدرجة ان في مرة كان في مشكلة كبيرة بين بني أمية وبني عبد المطلب، والمشكلة دي كبرت لدرجة انهم راحوا للنجاشي ملك الحبشة عشان يحكم بينهم. فاللي حصل بعدها انهم رفضوا حكم النجاشي ورضيوا بحكم نفيل بن عبد العزة اللي هو جد عمر بن الخطاب. والخطاب اللي هو ابو عمر كان زي ابوه، كان شخص جديد وله كلمة، وبرضه كان بيحكم بين الناس في قريش، وكان قاسي جدا، وكان واحد من اهم اللي شاركوا في حرب الفجار اللي كانت في الجاهلية، وكان وثني وبيدافع عن الآلهة بكل قوة، وكان متمسك بقوة بعادات وتقاليد قبيلته. وده ظهر لما ابن اخوه واللي كان اسمه زيد بن عمرو بن نفيل، وزيد دوت كان بيبحث عن الاله، ووصل انه اعتنق الدين بتاع سيدنا ابراهيم اللي هو التوحيد او الحنفية، اللي هو بيعبد الاله اللي خلقه واللي هو حاسس بيه لكن مش ممكن يقدر يشوفه. فعمل ايه زيد قام سايب عبادة الاصنام وبدأ ينشر فكرة التوحيد ديت في قريش. فهنا الخطاب قام اتصدر له وحبسه في جبل ووقف عليه مجموعة من قريش عشان تمنعه من دخول مكة عشان ما ينشرش الالحاد بتاعه عندهم. فما كانش عاوزه يتكلم مع الناس عشان ما يبوظ لهمش دينهم. فالشدة ديت هي اللي نشأ عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعاش طفولة قاسية شديدة مع ابوه الشديد جدا في المعاملة بتاعته. فالمهم اتولد عمر بن الخطاب بعد عام واحد من عام الفيل وقبل الهجرة ب27 سنة، ومكان ولادته كان في جبال مكة اللي هو المكان اللي بيعيش فيه بني عدي، والمنطقة ديت في مكة اسمها دلوقتي جبل عمر. ويكبر عمر بن الخطاب شوية فيقوم ابوه الخطاب مشغله في رعاية الابل، ومش بس الجمال بتاعت ابوه، لا ده كمان خلاه يرعى الابل بتاعت خالاته اللي هم من بني مخزوم، عشان ام عمر كان اسمها حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة اللي هي العيلة بتاعت خالد بن الوليد، وامه تبقى بنت عم ابو جهل. وفي شغله في رعاية الابل من صغره في مناخ قاسي حار شديد زي المناخ بتاع مكة، خلى عمر بن الخطاب يكبر على صفات كتير زي القوة والتحمل والصلابة، وده كان باين قوي على جسمه عشان عمر بن الخطاب كان ضخم ومعضل وطويل، وتعلم المصارعة والفروسية من صغره، وكان متفوق في المصارعة على اي حد في قريش، ومفيش حد قدر يقف في وشه في المصارعة
المصارعه غير واحد بس، ايوه هو خالد بن الوليد الوحيد اللي قدر يطرح عمر بن الخطاب في الارض في المصارعه. فكان عمر وخالد بن الوليد جسمهم شبه بعض وشكلهم كمان قريب من بعض وسنهم ما كانش بعيد برضه عن بعض، فكان اللي نظره ضعيف كان ممكن يتلخبط بين الاثنين. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتعلم القراءه والكتابه من صغره على ايد حرب بن اميه، ودوت كان ابو سفيان. وفي الوقت دوت عمر كان من ضمن القليلين اللي بيعرفوا يقروا ويكتبوا في قريش، عشان القراءه والكتابه في الوقت دوت ما كانوش منتشرين، وكان بيبقى مميز جدا اللي بيجدهم. فكان العرب بيعتمدوا على الحفظ مش القراءه والكتابه، وده كمان بيظهر في الشعر. فالمهم كان عمر بن الخطاب من صغره مهتم يعرف تاريخ قريش وتاريخ قبيلته، وكان حابب التعليم والشعر. فكان عمر بن الخطاب بيحب يروي الشعر ولسانه كان فصيح، وكان بيحب الكلمات الغريبه والرنانه وبيحب يقولها في مواقف معينه، بس في العموم كان بيستخدم الكلام السلس والسهل في الفهم واللي فيه حكمه. ولما كبر عمر اشتغل في التجاره برضه زيه زي كل قريش، لحد ما قدر يكون واحد من اغنى الناس في قريش. فبدأ عمر برعايه الابل، وبعدها اشتغل في التجاره وعاش غني بعد ما كان مجرد راعي للابل، وفضل غني كده لحد ما بقى الخليفه. وبعدها كل دوت هيتغير. فعمر بن الخطاب لما كبر شويه كان بيحكم بين الناس في المنازعات بينهم زيه زي ابوه في وقت الجاهليه. وكانت قريش دايما بتبعت عمر بن الخطاب للقبائل التانيه وقت ما يحصل خلاف بينهم، فالكل كان بيرضى بالتحكيم بتاع عمر. ولو في قبيله تانيه حد فيها شايف نفسه عليهم كانوا برضه بيبعتوا عمر بن الخطاب. يعني لو عايزين يأدبوا حد كان بيبعتوا عمر، ولو عايزين يحلوا المشكله بالهداوه والكلام اللين كان برضه بيبعتوا عمر. فكان عمر بن الخطاب ممكن يكون شديد اللهجه وممكن يكون برضه لين الكلام اللي هو حلال مشاكل. المهم عمر في شبابه كان عايش على العادات والتقاليد بتاعت ابوه واجداده، وعنده ولاء كبير للالهه بتاعتهم الوثنيه، وكان فيه كل صفات الجاهليه. فكان عنده غيره وحميه وعافيه، وكان شارب للخمر وعابد للاصنام، لدرجه ان هو نفسه قال انه كان صاحب خمر في الجاهليه. وكانت من الصفات الجسديه بتاعت عمر بن الخطاب انه كان ضخم واصلع الراس وحسن العينين والخدين، وكان طويل لدرجه انهم كانوا بيقولوا انه كان بيمشي بين الناس كانه راكب دبه من طول عمر بن الخطاب. وكان شنبه تقيل، وكان بيقعد يلف في سبلته وقت ما كان بيفكر، وكان ليه صوت قوي، وكان لما بيزعق كان كله بيترعب من صوته وليه هيبه كده. فالمهم يجي وقت الدين الجديد ومحمد عليه الصلاه والسلام ينزل عليه الوحي ويبدأ يدعي للإسلام. فعمل ايه عمر وقف قدام الدعوة ديت بكل عنف، وانضم مع كل كبار قريش زي أبو جهل والوليد بن المغيرة ضد الإسلام. بس عمر في موضوع وقوفه ضد الإسلام ما كانش بالنسبة ليه مشكلة شخصية، زي الوليد بن المغيرة مثلا اللي كان شايف انه اشمعنى تنزل الرسالة ديت على محمد وما تنزلش علي انا، وغيره اللي كانوا شايفين ان الإسلام دوت هيبقى ضد مصلحتهم وانه هيحرر العبودية وهم عندهم عبيد كتير او بيبيعوا الخمر. وفي اللي كانوا شغالين في تجارة الآلهة، واللي كانوا شغالين في تجارة الخمر، واللي شغالين في تجارة العبيد. فدول كانوا واقفين ضد الإسلام عشان معارض لمصلحتهم. لكن عمر كان شايف الموضوع دوت بشكل تاني، فكان شايف ان الدين الجديد دوت فتنة، وان الهدف منه هو تقسيم الوحدة بتاعة قريش. فازاي عمر هيقبل بحاجة زي ديت وهو المفروض انه وارث حل المشاكل والمنازعات من ابوه وجده؟ ده زائد تمسكه الشديد بالعادات والتقاليد بتاعة قبيلته اللي هتخليه استحالة يقبل بالدين ده. فكان عمر مش عاوز الدعوة ديت تكبر عشان لو كبرت هتبوظ المجتمع، فبدأ يتصدى ليها بكل قوة وعنف. فالمهم الدعوة بدأت في الأول في السر وبعدها بقت علنية، ومن وقت ما بقت علنية بدأ التعذيب للمسلمين بكل قوة. فكان المسلمين خايفين ان لو عمر عرف اسلامهم انه هيعاملهم بشدة اكبر. ففي مرة كان بيعذب واحدة اسمها لبيبة، ودي كانت جارية لبني المؤمن، فكانوا بيخنقوها وبيعذبوها. فعمر زهق من كتر التعذيب فيها، فقال لها انا اسف انا مضطر اعذبك عشان انت دخلتي في دعوة الفتنة دي. فهي ردت عليه وقالت له ان ربنا هيعذبك كده برضه لو انت ما امنتش. فاشترى الجارية ديت ابو بكر الصديق واعتقها لوجه الله. فالمهم ان عمر بن الخطاب كان راجل ليه مبدأ وكان صريح مش بتاع لف ودوران، فكان كل حاجة بيقولها في الوش، وكان صاحب مبدأ.
وده اللي خلى الرسول عليه الصلاة والسلام يدعي ويقول اللهم اعز المسلمين احب هذين الرجلين اليك بأبي جهل او بعمر بن الخطاب. فكان احبهم لله هو عمر بن الخطاب. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام عارف شجاعة عمر ومبدأه وعدله وتفكيره ازاي. فلما عمر اسلم كان عزة للاسلام والمسلمين. فالمهم نكمل حكاية عمر في الجاهلية من قبل ما يسلم. يعدي 5 سنين على الدعوة ولسه عمر زي ما هو ضد الاسلام بكل قوة. وفي الوقت دوت يحصل كذا حاجة يخليه يعطف شوية على المسلمين، وده كان بسبب صمودهم وتحملهم للعذاب زي عمار بن ياسر وبلال بن رباح رضي الله عنهما. ففي مرة ام عبد الله بنت حنتمة، ودي كانت من المسلمين المهاجرين، فدي كانت بتجهز حاجاتها عشان تهاجر للحبشة في الهجرة الاولى. فبتقول لما كنا رايحين عشان نهاجر للحبشة عمر جه علينا وهم متعودين منه الشدة في التعامل معاهم، فقال لها المرة ديت هتمشي يا ام عبد الله؟ هتهاجروا وتسيبوا اهلكم وبيوتكم وفلوسكم؟ ردت عليه ام عبد الله وقالت له والله لنخرج في ارض الله عشان انتوا اذيتونا وقهرتونا لحد ما ربنا يفرجها علينا. فهنا عمر اعجب جدا بقوتها ودفاعها عن فكرتها ودينها. فكان عمر شجاع وبيحب الشجعان جدا. فيرد عمر ويقول لها صاحبكم الله. فام عبد الله بتقول انها شافت من عمر رقه في التعامل معاهم المره ديت لما كانوا مهاجرين ما شافتهاش منه قبل كده. فالمهم بعدها يجي لهم عامر بن ربيعه، فام عبد الله حكت له فرد عليها وقال لها انت شكلك طمعانه ان عمر يسلم. قالت له فرد عليها وقال لها والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، اللي هو محدش ممكن يصدق ان دوت ممكن يسلم في يوم من الايام بسبب شدته وعناده. فعمر بن الخطاب بيقولوا انه مره كان قرر انه يروح لمحمد فمشي وراه ودخل الجامع. فمحمد عليه الصلاة والسلام بدأ يقرأ القرآن وكانت سورة الحق. عمر بدأ يسمع القرآن فقال والله شاعر. فالرسول قرأ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فعمر قال في نفسه لا يبقى كاهن، فكمل وقال وما بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فعمر قال لما سمعت كده الإسلام وقع في قلبي بس برضه ما كانش أسلم. فوقف عمر بن الخطاب مع نفسه وقال إن مكة بقت وحشة من بعد ما المسلمين سافوها وهاجروا للحبشة. فقرر عمر بن الخطاب انه لازم يخلص الفتنه ديت بسرعه. ازاي؟ عن طريق انه يقتل محمد عليه الصلاه والسلام. فعمر كان متعصب جدا فخد سيفه وطلع غضبان جدا يدور على محمد عشان يقتله. في الوقت دوت كان الرسول مع الصحابه في دار الارقم وكان لسه سيدنا حمزه داخل الاسلام من 3 ايام. فالمهم وهو ماشي يقابل في الطريق واحد اسمه نعيم بن عبد الله. فكان وقتها عمر ماشي بسرعه شديده وعينه بتطق شرار. فنعيم لما شافه قال له مالك يا عمر انت ماشي كده ليه؟ فرد عمر وقال له انا بدور على محمد. فنعيم يقول له عاوز منه ايه؟ فيرد عمر ويقول له وريني هو فين بس. فنعيم يرد ويقول له غرتك نفسك يا عمر. فعمر يرد ويقول له اصابئت يا نعيم، اللي هو اسلمت يا نعيم. فيرد نعيم ويقول له روح لبيتك واهلك وانت تعرف مين اللي سبق. فكان قصده على اخته فاطمه وجوزها. فعمر مسكه كده وهو غضبان وبيقول له انت بتقول ايه؟ فنعيم قال له روح بيتك وشوف. فعمر سابه وجري على بيت اخته. في الوقت دوت كان في بيتهم خباب بن الارض وكان قاعد بيعلمهم القرآن وكانوا بيقروا في سورة طه. فهو جاي حسوا بدخوله. فهنا خباب خاف واستخبى وهو كان لسه عيل صغير عنده 17 سنة. فدخل عمر وقال لهم انتوا بتعملوا ايه؟ فسعيد جوز اخته قال له انت مش شايف يا عمر ان الحق ممكن يكون في دين غير الدين بتاعك؟ فعمر قام ماسكه وقلبه في الارض وقعد فوق صدره يضربه. فاخته فاطمة جت تبعده عن جوزها وقالت له مالك في ايه؟ الحق ما هواش في دينك. قام عمر ضربها بالقلم لدرجة ان وشها جاب كله دم من قوة ضربة عمر بن الخطاب. فمن الضربة ديت تقع الورقة اللي فيها القرآن اللي كانت في ايديها. فعمر جري على الورقة عشان يشوف فيها ايه. ففاطمة تجري على الورقة قبله وتمسكها. فعمر يقول لها هاتيها اشوف فيها ايه. فتقول له ما تلمسهاش انت نجس ودوت مصحف طاهر لا يمسه الا المطهرون. كل دوت وهي عارفة ان عمر في قمة غضبه. ففي اللحظة ديت عمر شاف استماتة من اخته خلته يغير فكرته خالص، اللي هو ازاي الدين دوت بيحول اقرب شخص ليك لعدو وبيديهم القوة والتحمل للدفاع باستماتة عنه كده. فعمر اصلا كان بيكره الظلم وبيحب الشخصيات الشجاعة اللي بتدافع بقوة عن حقها. وده يمكن يرجع لسبب اصلا عشان هو من بني عدي ودول اقل شوية في المكانة من بني امية وبني مخزوم في قريش. وحتى
في الغنى والفلوس فكانوا اقل منهم. فكان عمر مر بحاجه شبيهه بكده، فعارف احساسهم ايه. عشان كده هم اللي كانوا ماسكين الحكم بين الناس وكانوا بيحكموا بالعدل. فكان من صفاته انه بيسمع كل الاطراف قبل ما يحكم وينطق بالحكم. فالمره دي بقى عمر كان لازم يعمل كده عشان اللي بيحكم عليهم دول هي اخته وجوزها. فكان في الوقت دوت يقدر ياخد الورقه بالغصب ويشوفها، لكنه ما عملش كده. فقام عمر واغتسل، وبعدها اخته ادته الورقه وبدا يقرا بسم الله الرحمن الرحيم. وقف وقتها وقال ما اجمل الاسم وما اعظم معناه. وفي الوقت دوت كلمه الرحمن ما كانتش مشهوره قوي في الكلام بين العرب، فكانت كلمه رنانه على ودانه. وكمل طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى. وكان باين ان عمر وهو بيقرا هدي وعصبيته قلت. ولما خباب اللي كان مستخبي شاف كده قام خرج. وصل عمر للايه اللي بتقول الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. فعمر بعد ما قرا ده قال والله لا يقول هذا الكلام احدا ويستحق ان يعبد غيره. وبعدها عمر قال لخباب وديني لمحمد. فخباب قال له عاوز منه ايه يا عمر؟ فقال له وديني ليه دلوقتي؟ فهم ماشيين خباب قال له عمر انا نفسي انك تهتدي لدعوه رسول الله. فعمر قال له هي ايه دعوته؟ فخباب رد عليه وبدا يفهمه الدعوه. المهم وقتها يوصلوا لدار الارقم. فكان في الوقت دوت هناك شويه من الصحابه، وكان من ضمنهم اسد الله حمزه بن عبد المطلب اللي هو عم الرسول، وكان لسه مسلم ما بقالوش 3 ايام. وكان حمزه مشهور بشجاعته وقوته. فلما عمر وصل وخبط على الباب وكان شايل سيفه، الصحابه خافوا وقالوا عمر جاي بسيفه وشكله ناوي على شر. فحمزه قال لهم مالكم؟ قالوا له عمر بره. قال لهم طب وماله عمر؟ افتحوا له الباب، لو عاوز خير هنبادله بالخير، ولو جاي بشر هنقتله بسيفه. فلما فتحوه لعمر الرسول قام شده من سيفه وقال له انت مش هتامن يا عمر لحد ما ربنا يخزيك زي ما خزى الوليد بن المغيره؟ وقال اللهم هذا عمر بن الخطاب اللهم اعز الاسلام بعمر. رد عمر وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. واسلم عمر فكبر كله تكبير بصوت عالي، سمعوا كل اللي هناك وكانوا فرحانين جدا، اللي هو امبارح حمزه والنهارده عمر. فكده المسلمين بقى ليهم ظهر بعد ما كانوا مستضعفين. واسلام عمر كان في السنة السادسة من البعثة النبوية، وإسلامه عمل فرق كبير مع المسلمين بالذات نفسيا، مع إن عددهم وقتها كان بتاع 50 واحد بس عمر كان بالنسبة ليهم مكسب كبير جدا. في الوقت دوت المسلمين كانوا بيخافوا يعلنوا إسلامهم عشان ما يتأذوش من قريش. بس وقت إسلام عمر طلع على بيت أبو جهل وخبط عليه جامد. فأبو جهل فتح له وقال له أهلا بيك يا عمر، جاي ليه في الوقت دوت؟ خير. عشان الوقت دوت كان الظهر وكان وقت القيلولة اللي بيناموا فيه. فعمر رد وقال له يا عدو الله. فابو جهل بص له كده باستغراب وقال له ايه؟ فعمر قال له انا جيت اقول لك اني اسلمت. فابو جهل اتصدم وقال له كذبت يا عمر. فعمر يرد يقول له بل صدقت يا عدو الله. فيرد لا كذبت. فعمر يرد يقول له بل اسلمت يا عدو الله. فابو جهل ما كانش مصدق نفسه، فقام قافل الباب في وش عمر وهو مش مصدق اللي حصل ده. فعمر مش بس قال لابو جهل، لا ده راح للمكان اللي فيه القعده بتاعه الناس في قريش، وراح سالهم مين اكتر واحد هنا بينقل الاخبار؟ قالوا له جميل بن معمر. وكان جميل دوت اخباره موثوقه وما بيتبلش في بقه فوله زي ما بيقولوا. فراح عمر وقام قاعد جنب جميل وقال له انت ما عرفتش الخبر يا جميل؟ فقال له خبر ايه يا عمر؟ قال له مش انا اسلمت. وجميل عارف ان عمر مش بتاع هزار، اللي هو الكلمه بالنسبه له سيف. فجميل قال ايه ده خبر عاجب. فقام جميل مصرخ باعلى صوته وهو بيقول يا معشر قريش يا معشر قريش. فقالوا له ايه الخبر يا جميل؟ راح قايل لهم لقد سبق عمر. فعمر في ظهره راح قايل له كذبت بل اسلمت يا جميل. جميل راح قايل اسلم عمر اسلم عمر، لحد ما الناس اتجمعت. وجه واحد اسمه عتبه ابن ربيعه، وده كان واحد من ساده قريش، وراح ناحيه عمر عشان يضربه. فقام عمر شايله ورزعه على الارض، اللي هو اصلا ده عمر بن الخطاب يا اخوانا. فجاء عليه ناس كتير واتكتروا عليه. فوهم فوق وعمر قال لهم اعملوا اللي تعملوه، اقسم بالله لو انتوا 300 ما انا سايبكم، يا انا يا انتوا. فجه واحد شيخ كبير في السن وقال لهم انتوا بتتخانقوا ليه؟ فقالوا له سبق عمر. فقال لهم وايه اللي فيها؟ راجل واختار لنفسه دي. انتوا فاكرين ان العدويين اللي منهم عمر هيسيب لكم عمر بن الخطاب تعملوا فيه كده؟ انتوا اتجننتوا. فخافوا وقاموا سايبين عمر. عشان كده اسلام عمر بن الخطاب كان بالنسبه لقريش زي الصعقه كده، اللي هو خساره كبيره ليهم، عشان عرفوا ان في الوقت دوت محمد واللي اسلموا معاه هيزيدوا قوه بشكل كبير.
فلما عمر بن الخطاب العدو اللدود للاسلام يسلم فيبقى في خساره اكتر من كده ايه. والمسلمين وقتها كانوا حاسين بانتصار كبير اللي هو 6 سنين من العذاب، فاخيرا هيشموا نفسهم شويه. ففي قصه بيرويها مجاهد عن ابي عباس بيقول له عمر انت ليه اتسميت بالفاروق؟ فقال له ان حمزه اسلم قبلي ب3 ايام، فانا لما اسلمت قلت للرسول مش احنا على الحق سواء عشنا او متنا؟ فالرسول قال والله يا عمر احنا على الحق سواء عشنا او متنا. فقال له عمر طب ليه مستخبيين؟ فالرسول عليه الصلاه والسلام قال له طب انت شايف ايه يا عمر؟ قال له انا شايف ان احنا نطلع نطوف بالكعبه. فالرسول خد بكلام عمر وطلعوا يطوفوا بالكعبه، وكانوا طالعين بصفين، صف بيقوده عمر بن الخطاب والصف الثاني بيقوده حمزه بن عبد المطلب، وفي النص كان واقف رسول الله. ودخلوا قدام قريش كلها وصلوا عند الكعبه، فسمى عمر بالفاروق عشان فرق بين الحق والباطل، عشان اول مره يصلي المسلمين عند الكعبه ومفيش حد من قريش يقدر يمد ايده عليهم، عشان عمر بن الخطاب وحمزه وسطهم. واسلام عمر ما كانش اسلام خوف او طمع في مكانه او حتى مصلحه مثلا زي انه مثلا عبد فهيتحرر، بالعكس اسلام عمر بن الخطاب كان جاي من تفكير وتحكيم للمنطق في الكلام اللي قراه وسمعه، وشجاعه في اعلان دوت، وعدم خوف من اي عواقب لده. ومع اسلام عمر دخل الاسلام مرحله جديده، الاسلام بقى ند بالند مع المشركين اللي هو احنا مسلمين، ومن بعدها هتبدا مرحله جديده واللي هتكون في غزوات وحروب مع المشركين. فالمهم تبدا قريش تحس انها بدات تفقد هيبتها عند المسلمين. ومن اول ما اسلم عمر وهو كان ملازم لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وابو بكر الصديق، فكان الرسول دايما بيستشير الاثنين دول في كل حاجه. ولما هاجر المسلمين الهجره الاولى للحبشه عمر فضل في مكه، ففضل في مكانه 7 سنين. وفي السنه ال14 من البعثه النبويه اتخذ القرار بالهجره ليثرب خلاص اللي هي المدينه المنوره. ففي الوقت دوت كان اشتد الاذى على المسلمين جدا في مكه، فكان المسلمين بيلموا حاجاتهم ويهاجروا في السر، الا واحد بس اللي ما كانش خايف من اي حد، ايوه هو عمر بن الخطاب. فعمل ايه لما حب يهاجر؟ عمر طلع بسيفه وقام طايف حوالين الكعبه قدام كل قريش، وقام واقف قدام كل قريش واللي كان كل قادتها واقفين زي عتبه وابو جهل وابو لهب، وقام باصص لهم وقال من اراد ان تسكل امه او ييتم ولده او ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. وهو واقف لهم لوحده وش الوش. وكان عمر متفق مع شخصين انهم يتقابلوا بره مكه في مكان معين ويهاجروا مع بعض. الشخصين دول كانوا هشام بن العاص واللي هو اخو عمرو بن العاص، والتاني عياش بن ابي ربيعه ودوت كان ابن عم ابو جهل. هشام بن العاص معرفش يجي عشان ابوه العاص بن وائل حبسه، لكن عياش راح وكان هناك كمان 20 راجل وطلعوا عشان يهاجروا. فوهم ماشيين يلاقوا وراهم ابو جهل واخوه الحارث بن هشام. فلما يوصل ابو جهل يقعد يزن على عياش ويقول له ارجع لمكه، فعمر يقول له ما تسمعش كلامهم، كمل الهجره معانا. فابو جهل كان عارف ان عياش بيحب امه جدا، فقال له ان امك حلفت انها تفضل واقفه في الشمس لحد ما تموت او انها تشوفك تاني. فعمر قال له دول بيكذبوا عليك. بس عياش قلبه ضعف لما سمع الكلام دوت عن امه، فقال له هحقق القسم بتاع امي وليا فلوس هناك هجيبها واجي. فعمر قال له انت عارف اني واحد من اغنى الناس في قريش، فخليك وليك نص ثروتي. فعياش كان خايف على امه فما وافقش وقال له هرجع اشوف امي الاول. فعمر قال له ما دام كده يبقى اركب الناقه بتاعتي عشان هي ناقه سريعه، ولو شكيت في اي حاجه اوعى تنزل من عليها واجري بيها محدش هيلحقك. فطلعوا باتجاه مكه. فلما قربوا ابو جهل قال له ان الجمل بتاعه تعب ومش قادر يكمل، فينفع تاخدني معاك على الجمل دوت؟ فعياش قال له مفيش مشكله ونزل عشان يركبه. فلما نزل قاموا رابطينه وخدوه لمكه وقعدوا يلعبوا في دماغه عشان يرجعوه عن الاسلام. فوصل الخبر دوت لعمر، فكان زعلان جدا على عياش وهشام صحابه. ووصل عمر بن الخطاب ليثرب، فهناك تنزل الايه اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. ففرح عمر جدا لما سمع الايه ديت وحس انها نازله في اصحابه، فقام كاتبها في رساله واداها لمرسال وقال له اديها لهشام والعياش. واول ما قروها دمعت عينيهم وعرفوا ان عمر يقصدهم وحسوا ان ربنا يقصدهم بالايه دي. فهشام وعياش قاموا قرروا انهم هيهاجروا. فكان عمر بن الخطاب ما بينساش صحابه. المهم عمر بن الخطاب كان ملازم دايما لابو بكر الصديق ولمحمد عليه الصلاه والسلام.
والسلام، فتعلم من الرسول كل حاجة. وكان عمر عنده فراسة بشكل كبير لدرجة ان عمر كان بيقول رأيه في حاجات فيصادف ان القرآن بعدها يأكد على كلامه. فمرة كان بيقول للنبي هو فيها ايه لو خدنا من مقام سيدنا ابراهيم مصلى، فتنزل الآية بعدها واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وفي تحريم الخمر كان عمر بيدعي اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فتنزل بعدها الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فلما سمع الآية ديت قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فتنزل بعدها الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان وقتها بيتقال وقت الصلاة اللي سكران ما يجيش. فعمر لما سمع الآية ديت قال برضه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فبعدها تنزل الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فلما سمع الآية ديت فرح وقال ربنا أظهر الحق. وبسبب إن عمر كان ملازم للنبي وقت كبير كان من أهم رواة الحديث، وروى عن الرسول 539 حديث، ومنهم الحديث اللي معناه إن دخل على النبي راجل شديد البياض وسأل النبي عن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة. الحديث دوت كان رواية عمر بن الخطاب. وحديث تاني برضه بتاع إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وده برضو كان رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالمهم يقعد المسلمين في سلام لحد 2 من الهجرة، والوقت دوت هيكون وقت معركة بدر، ودي كانت أول معركة عسكرية يخوضها المسلمين، وهي معركة أبناء العموم أو ولاد العم. فعمر بن الخطاب كان من أهم المقاتلين في المعركة دي، وواحد من اللي قتلهم عمر في المعركة كان العاص بن هشام بن المغيرة، ودوت يبقى خاله. وبعد انتصار المسلمين في المعركة ديت كان عند المسلمين أسرى كتير، فكان مع المسلمين 70 أسير من قريش. فهيعمل المسلمين في الأسرى دول؟ فالرسول استشار أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب. فأبو بكر قال احنا ناخد دية عليهم، والدية ديت هتبقى قوة لينا في اننا نقدر نواجههم بعد كده، وبعد كده جايز ربنا يهديهم ويدخلوا الإسلام ويبقوا عون لينا. فالرسول بعدها سأل عمر وقال له انت ايه رأيك يا عمر؟ فعمر رد عليه وقال له انت تمكنني من ده اللي هو ابن عم عمر فاقطع راسه، وتمكن علي من اخوه يقطع راسه، وتمكن حمزة من اخوه يقطع راسه، عشان الكفار يعرفوا اننا ما بنتهاوتش مع اللي بيجي علينا. فالرسول وقتها ياخد برأي ابو بكر الصديق. وبعدها تنزل الآية ما كان لنبي ان يكون له أسرى حتى يثخنوا في الارض، ودي كانت بتأيد رأي عمر اللي هو قتلهم كان اولى من اخذ الفدية اللي حصل. فدي كانت واحدة من الحاجات اللي وافق فيها القرآن على رأي عمر بن الخطاب. المهم بعد معركة بدر قعد واحد اسمه عمير بن وهب مع واحد اسمه صفوان بن أمية، وكان ابن عمير دوت من الأسرى بتوع بدر. فقال صفوان والله ما فيش خير في العيشة بعد بدر دي. فعمير قال له صدقت والله، لو مش عليا دين مش عارف اقضيه وعيال مش عايزة يتمهم كنت خدت سيفي ورحت لمحمد اقتله. فصفوان قال دي فرصة، وقام قال له دينك دوت عليا انا، وعيالك هيتربوا مع عيالي زيهم زي عيالي. فقال له عمير يبقى كده اطلع اقتل محمد. فخد عمير سيفه وطلع على المدينة. فعمر بن الخطاب في الوقت دوت كان قاعد مع مجموعة من المسلمين بيتكلموا عن المعجزة اللي حصلت في بدر وازاي قدروا ينتصروا على عدد اكبر منهم بكتير. فيشوف عمر بن الخطاب عمير وهو نازل من على الناقة بتاعته، فيقول انا عارف عمير الكلب دوت ده اكيد جاي على شر. فجري عمر على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ده عمير بن وهب كافر وعدو للاسلام واكيد ناوي على شر. فالرسول قال له دخله لي بس. فعمر طلع له وقام خانقه بالسيف وقال له لو عملت حاجة هتتقتل هنا. وقام قايل لشوية من الانصار اقعدوا مع الرسول وخلوا بالكم عشان عمير دوت مالوش امان. فدخل عمير على الرسول. فلما دخل الرسول قال له جاي ليه؟ فرده قال له ابني عندك اسير، وكان متوتر وملبوخ في الكلام. فالرسول يقول له اصدقني القول وهو يكذب ومستمر في الكذب. فالرسول قام قايل له انت كنت قاعد مع صفوان بن أمية وبتقول له كذا كذا. فبص للرسول بانبهار كده اللي هو عارف ازاي، وقام قايل اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. ففي الموقف دوت بان فراسة عمر بن الخطاب واحساسه بالخطر ومعرفته ليه. وفي السياق دوت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقول من لا ينفعه ظنه لا تنفعه عينه. ويعدي وقت ويجي وقت معركة احد. فلما اجتمع المسلمين عشان يروحوا المعركة قام عمر بن الخطاب
قلع الدرع بتاعه وقام مديه لزيد اخوه وقال له اقسمت عليك انك تلبس الدرع ده. فقام زيد لبسه وبعدين قلعه. فقال له عمر مالك قلعته ليه؟ فرد عليه وقال له انا عاوز لنفسي زي ما انت عاوز لنفسك، يعني انا هعمل زيك اللي هو احنا هنحارب من غير دروع. وتفاصيل المعركه ديت انا كنت حكيتها في قصه خالد بن الوليد. فالمسلمين كانوا منتصرين في البدايه، وبعدين اتقلبت المعركه لما الرماه نزلوا من على الجبل ولف خالد بن الوليد من وراهم، وبقى المشركين بيهاجموا من جهتين، واتقلبت المعركه واتهزم المسلمين لما ما سمعوش كلام النبي. ففي الوقت دوت كان قائد المشركين هو ابو سفيان بن حرب بن اميه. فطلع بعد المعركه اشاعه ان الرسول اتقتل. فهنا ابو سفيان قام زعق وقال افي القوم محمد، اللي هو فين سواء عايش او ميت عشان يتاكد. فالرسول قال للمسلمين ما تجاوبوش على سؤاله، وبعدين قال افي القوم ابي قحافه اللي هو ابو بكر الصديق. فالرسول قال للمسلمين برضه ما تجاوبوش. فبعدها راح مزعق وقال افي القوم ابن الخطاب. فالرسول قال لا تجيبوه. فابو سفيان راح مزعق وقال يبقوا كده ماتوا، عشان لو كانوا احياء كانوا هيجاوبوا. فعمر وقتها ما قدرش يمسك نفسه وقام مزعق في ابو سفيان وقال له كذبت يا عدو الله، رسول الله بيننا وابي بكر وانا. فقام مزعق ابو سفيان وقال اعل هبل. فالرسول راح قايل اجيبوه. فقالوا له نقول ايه يا رسول الله؟ فقال قولوا الله اعلى واجل. فقال ابو سفيان لنا العزه ولا عزه لكم. فالرسول قال اجيبوه. فقالوا له نقول ايه؟ فقال لهم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فابو سفيان قال يوم بيوم بدر، اللي هو واحده بواحده. فرد عمر وقال له ما تتسواش، القتلى بتوعنا في الجنه والقتلى بتوعكم في النار. فالمهم عمر بن الخطاب شارك في كل غزوات الرسول عليه الصلاه والسلام وما تخلفش عن اي واحده. وفي السنه السادسه من الهجره كان الرسول عاوز يروح مكه عشان يعمل عمره، فبعت لعمر بن الخطاب عشان يروح لهم يتفاوض معاهم. فعمر قال له بلاش انا يا رسول الله، عشان قريش كلها عارفه عداوتي معاهم دلوقتي، خليني انا اجيب لك واحد اعز عليهم منه، واللي هو عثمان بن عفان. وده كان ذكاء منه، عشان عثمان بن عفان وابو سفيان يبقى اولاد عم لزم. وقريش رفضت ان المسلمين يجوا يعملوا عمره، وفضل التفاوض رايح جاي لحد ما عملوا صلح الحديبيه سنه 6 هجريه، واللي كان شروطه هي ان الحرب بينهم تقف لمده 10 سنين ومحدش يدعم اعداء التاني في الفتره دي. ففي صحابه كانوا مش عاجبهم الصلح ده، عشان كانوا شايفين انهم ممكن يتغدر بيهم ومش هيبقى في صالح المسلمين. ومن الصحابه دول عمر بن الخطاب. فراح للرسول وقال له ألست نبي الله حقا؟ فالرسول قال له بلى. فقال عمر ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فالرسول قال بلى. فقال له طب ليه بندي الكفار فرصه ياخدوا نفسهم علينا؟ فالرسول قال له انت هيجيلك يوم وهتمر بموقف زي ده. فعمر وقتها حس انه بالغ بانفعاله في الموضوع دوت وما كانش عارف يسامح نفسه، حتى ان هو قال بعدها انه قعد يتصدق ويصوم ويصلي ويعتق في عبيد عشان الانفعال المبالغ اللي عمله في اليوم دوت، واتمنى ان رأي الرسول هو اللي يكون صح ورأيه الشخصي هو اللي يكون غلط. فالمهم بعدها قريش نقضت العهد عشان دعموا قبيلة على قبيلة تانية متحالفة مع المسلمين، وده كده بيلغي المعاهدة. فوقتها حست قريش بالمصيبة اللي عملوها، عشان وقتها هم ما كانوش مستعدين. فبعتوا ابو سفيان عنهم عشان يهدي الامور ويرجع الصلح مرة تانية. فراح على المدينة ودخل على بنته ام حبيبة بنت ابي سفيان، ودي كانت زوجة من زوجات النبي، وطلب منها انها تتشفع له عند الرسول بس من غير فايدة. فطلع على ابو بكر الصديق عشان يتوسط له، فقال له لا انا ماليش دعوة. فطلع على عمر بن الخطاب وطلب منه انه يتشفع له عند محمد. فرد عمر وقال له بقى انا اشفع لكم عند رسول الله؟ فوالله لو لم اجد الا الذر لجاهدتكم به، اللي هو لو ما فيش قدامي غير شويه تراب لكنت حاربتكم بيه. وبالفعل يجهز الرسول جيش ويأمر انهم يطلعوا على مكه سنه 8 هجريه، ويطلعوا على حدود مكه ويحاصروها. وهنا قريش تترعب. ففي الوقت دوت يعرض العباس بن عبد المطلب على ابو سفيان انه يطلب الامان من الرسول عليه الصلاه والسلام. وبالفعل ياخدوا العباس ويعدوا من وسط النيران بتاعه المسلمين اللي كانوا محاصرين مكه، عشان المسلمين كانوا مولعين نار حوالين مكه في مشهد رهيب ولا مشاهد السينما. ويدخل بيه لوسط المسلمين رايح ناحيه النبي عليه الصلاه والسلام. فيشوف عمر بن الخطاب ويقول انت جيت برجلك يا عدو الله؟ فطلع وقال للرسول سيبهولي اقطع رقبته بسيفي. فيرد عليه العباس ويقول له ده تحت حمايتي يا عمر. فيحصل نقاش بينهم في الموضوع دوت. وقام قايل العباس لعمر مهلا يا عمر، والله لو كان من بني عدي ما كنت هتقول كده، بس انت بتقول كده بس عشان هو من بني عبد مناف. يرد عمر ويقول له انا فرحت وقت دخولك الاسلام اكتر من الفرحه اللي كنت افرحها لو ابويا
الخطاب دخل الاسلام. المهم يكمل النقاش بينهم ويخلص بان ابو سفيان اسلم قدام الرسول عليه الصلاه والسلام، والرسول قام قايل لعباس خد ابو سفيان معاك دلوقتي وهاتهولي بكره. ودخل جيش المسلمين لمكه، ومن بعيد كان بيتفرج ابو سفيان مع العباس، فبدات تدخل فصيله ورا الثانيه، وابو سفيان يروح سائل العباس مين دول، فيرد عليه العباس ويقول له مين دول، لحد ما لقى واحد لابس خوذه وعمال يحمس في الجنود، فقام سال العباس وقال له مين دوت، فقال له ده عمر بن الخطاب. فرد عليه ابو سفيان وقال له جه اليوم اللي العدويين فيه بقى ليهم لازمه، الله يرحم. فرد عليه العباس وقال له ان الله يرفع من يشاء بما يشاء، وعمر بن الخطاب من الناس اللي الاسلام رفعهم، ويتم فتح مكه سنه 8 هجريا. واول حاجه عملها عمر بعد فتح مكه هو انه راح على الاصنام اللي حوالين الكعبه وكسرها كلها. وفتح مكه كان نقطه تحول في التاريخ الاسلامي، لدرجه ان ربنا نزل سوره كامله عن الفتح دوت، وهي سوره النصر، واللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العظيم. وبعد 3 سنين وتحديدا سنه 11 هجريا يتوفى الرسول عليه الصلاه والسلام، وكان خبر صعب جدا جدا على كل الصحابه، فالناس ما كانتش مصدقه. فلما عمر سمع الخبر رفض يصدقه، وطلع قال في الناس انه مش عايز يسمع حد بيقول ان محمد عليه الصلاه والسلام قد مات، بل انه اترسل لربه زي موسى عليه السلام، فهيبعد عن قومه 40 يوم ويرجع. فالوقت ده وجه ابو بكر وقال له اجلس يا عمر، فعمر رفض. فاتجمع الصحابه على ابو بكر الصديق عشان عارفين ان ابو بكر هو اللي معاه الخبر الحقيقي. فقال ابو بكر الصديق اما بعد من كان منكم يعبد محمد فان محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فان الله حي لا يموت. وقال الايه الكريمه بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. صدق الله العظيم. اتاكد وقتها عمر ان محمد عليه الصلاه والسلام مات، وقتها اتجمدت رجله ووقع على ركبته من صدمته. ووقت ما كانوا بيغسلوا رسول الله عليه الصلاه والسلام اتجمع مجموعه من الانصار في مكان اسمه سقيفه بني ساعده، وبداوا يتشاوروا في مين اللي هيكون خليفه للمسلمين بعد محمد عليه الصلاه والسلام. ووصل الخبر لعمر، فبعت لابو بكر الصديق وراحوا ناحيه السقيفه هما الاثنين، ومعاهم ابو عبيده بن الجراح. وفي اقاويل كتيره عن اللي حصل في السقيفه والنقاشات اللي كانت هناك. هنذكر اللي قاله عمر بن الخطاب. اول ما وصل لقى الانصار اتجمعوا حوالين سعد بن عباده الانصاري، وبداوا يستعرضوا الفضل بتاعهم على المهاجرين. فحب يرد عليهم عمر، بس ابو بكر سكته وقال لهم كل الخير اللي قلتوه فهو فيكم فعلا، وانا هنا معايا 2 من اهم العرب في قريش سواء نسب ودار وقرب من الرسول عليه الصلاه والسلام، وانا راضي عن الاثنين دول فبايعوا اللي تحبوه فيهم. وكان بيشاور بايديه على الاثنين اللي هم عمر بن الخطاب وابو عبيده بن الجراح رضي الله عنهم. بعد ما ابو بكر الصديق كمل كلامه عليت الاصوات وبدا اللغط يحصل، وبداوا يقولوا لا احنا عاوزين خليفه من المهاجرين وخليفه من الانصار. وهنا عمر قام واقف لهم وقال لهم سيفين في غمد واحد ما ينفعوش، هو لازم واحد بس اللي يكون خليفه، وكان حازم جدا في كلامه. فهنا قالوا له يعني هتبايع مين؟ فقام باصص لابو بكر الصديق وقال له افتح ايدك، وقام ماسكها وقال له انا مبايعه. ولما كله شاف كده قام الكل مبايع ابو بكر الصديق على انه يكون الخليفه للرسول عليه الصلاه والسلام. وفي اقاويل تانية برضه وكلام ان في صحابه تانيين كانوا رافضين، لكن دوت كان بسبب فزعه الموقف، وان دوت مش حدث عادي، ده وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام. وهنا احنا بنقول عمر بن الخطاب قال ايه. فهنا عمر بن الخطاب قام قطع الفتنه بانه بايع ابو بكر الصديق اللي هو الراجل اللي المهاجرين والانصار متفقين عليه. فكان عمر يعتبر وزير ومستشار لابو بكر الصديق في فترته، ومع ان فتره ابو بكر الصديق كانت مجرد 2 و4 شهور الا انها كانت فتره صعبه جدا، بل انها تعتبر الفتره الاصعب عشان ابو بكر هيقابل اصعب موقف واللي هو مواجهه الرده. ومع ان ابو بكر الصديق كان معروف عنه الطيبه الشديده الا انه هيواجه الموقف دوت بكل قوه وهيقدر يوحد المسلمين مره تانية. المهم يتولى سيدنا ابو بكر الصديق الخلافه سنه 11 هجريه، ولولا ابو بكر الصديق واللي هيعمله كانت الانجازات اللي عمر بن الخطاب هيعملها بعد كده مش هتتحقق. ازاي؟ اقول لك، عشان ابو بكر الصديق اول لما مسك لقى 7000 مشكله فوق دماغه. اولهم ارتداد بعض القبائل العربيه بشكل كامل اللي هو احنا بره عنكم وانتم في حالكم واحنا بعيد عنكم. تاني حاجه ارتداد بعض القبائل
كانت تانية بسبب انهم كانوا عاوزين السلطة ليهم هم، وكانوا طمعانين في حكم الكل، زائد انهم كانوا مستصعبين موضوع الزكاة اللي هو احنا معاكم في اي حاجة بس في الفلوس لا. تالت حاجة ان في قبائل كانت بتدعي هي كمان النبوة زي بني اسد مثلا ومسيلمة الكذاب اللي اتكلمنا عنهم في حلقة خالد بن الوليد. رابع حاجة هي ان الرسول كان امر بتجهيز حملة تأديبية للي قتلوا الرسول اللي كان بعته سيدنا محمد للروم، وزي ما قلنا ان قتل رسول معناها اعلان الحرب، والكلام هنا عن الشام. فالدنيا كانت متعقدة خالص وفي مشاكل زيادة بتظهر كل يوم جديد. فبعد ما كان الاسلام منتشر في كل شبه الجزيرة العربية من اليمن وعمان وكل قبائل شبه الجزيرة العربية، بقى مقتصر بس على مكة والمدينة والطائف والقرى اللي حواليهم، لدرجة ان الصحابة وصفوا الفترة ديت وقالوا ان الارض كفرة. فالمهم الفترة ديت كان عمر بن الخطاب المستشار الاول لابو بكر الصديق، وفي الوقت دوت الصحابة اغلبهم كانوا مش مع فكرة الحرب، وكان منهم عمر بن الخطاب، وبالذات ان القائد هو اسامة بن زيد، وخصوصا بسبب سنه الصغير. بس ابو بكر الصديق كان متمسك جدا باسامة، ولما عمر كان بيقول رايه في انه يغير اسامة من قيادة الجيش، فقام ابو بكر اتعصب عليه ومسكه من لحيته وقال له سكلتك امك يا ابن الخطاب، استعمله رسول الله وتريدني ان استبدله. وبرضه لما عمر كان بيقول لابو بكر انه يخف موضوع الزكاة شوية، فيقوم يرد ابو بكر عليه ويقول له اجبار في الجاهلية خوار في الاسلام يا عمر، انا هقاتل كل من فرق بين الصلاة والزكاة. فكان في مشاكل بالجملة على دماغ ابو بكر الصديق رضي الله عنه، لكن بحكمته وحزمه هيقدر يعديها كلها. من المهمات اللي كان مديها ابو بكر الصديق لعمر هي القضاء في المدينة، وكان رئيس مجلس الشورى، وهو اللي كان بيحدد راتب الخليفة نفسه، وكان بيسير موضوع الفتوحات وموضوع حروب الردة. فكان عمر مش عاوز يبعت الجيش عشان ما يضعفش المدينة عشان لو حد فكر وهجم عليها، لكن ابو بكر بعت الجيش زي ما كان موصي الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الوقت بتاع حروب الردة يحصل حدث صعب جدا بالنسبة لعمر بن الخطاب، وهو استشهاد اخوه زيد في معركة اليمامة واللي كانت ضد مسيلمة الكذاب. وكان زيد حامل لراية المسلمين بعد ما خالد بن الوليد قسمهم لجيشين، واحد فيه الانصار والتاني المهاجرين، وده كان سبب في انتصار المسلمين في المعركة دي، وده اللي شرحناه في حلقة خالد بن الوليد لما جاب كل ولاد العم مع بعض. فالمهم يوصل خبر استشهاد زيد لاخوه عمر بن الخطاب، فحزن حزن شديد جدا عشان كان بيحبه جدا، وقال رحم الله زيد سبقني الى الحسنيين، اسلم قبلي واستشهد قبلي. وفي معركة اليمامة استشهد مجموعة كبيرة من الصحابة، تقريبا 70 صحابي، والقرآن كان اغلبه محفوظ من الصحابة، وكان بيتكتب برضه على الجلود وعسف النخيل بشكل متفرق مش متجمع في مصحف واحد. فعمر قال لابو بكر ان في معركة اليمامة استشهد مجموعة كبيرة من حفظة القرآن، وانا خايف ان يموت ناس اكتر من حفظة القرآن ويضيع كتير من القرآن الكريم، فانا شايف انك تؤمر بجمع القرآن. فقال ابو بكر لعمر ازاي عاوز نعمل حاجة ما عملهاش رسول الله؟ فعمر قال له ده خير لينا. فرفض ابو بكر في البداية، وبعدها عمر كلمه تاني واقنعه بده، وكلف ابو بكر زيد بن ثابت انه يجمع القرآن، وبالفعل يجمعه في مصحف واحد. وبعدها يشتد المرض على ابو بكر الصديق، فجمع الصحابة وقال لهم زي ما انتوا شايفين كده المرض اتمكن مني، وانا شايف اني خلاص هموت، فانتوا اختاروا واحد منكم هو اللي يكون الخليفة بعدي. ففي صحابة اتعففوا عن طلب الخلافة، وفي غيرهم طلبوا واختلفوا، فرجعوا لابو بكر وقالوا له احنا عاوزين مساعدتك في اختيار الخليفة الجاي. فقال لهم سيبوني استخير ربنا واقول لكم. فبعد فترة قام مستدعي عبد الرحمن بن عوف، وقام قال له ايه رأيك في عمر بن الخطاب؟ رد عليه وقال له هو الاحسن بس هو عنده حتة الغلظة في التعامل. فرد ابو بكر الصديق وقال له دوت عشان هو شايفني رقيق في التعامل فهو بيكملني، ولو الامر ليه لوحده ما كانش هيبقى بالغلظة ديت في التعامل. وكمل ابو بكر وقال انا لما كنت بكون شديد على حد كان عمر بيبقى لين عليه، ولو كنت لين على حد كان عمر بيكون شديد عليه. وبعدها قام استدعى عثمان بن عفان وقال له ايه رأيك في عمر؟ فرد عثمان وقال له عمر من جواه احسن كمان من براه، وهو من الاخر احسن واحد فينا. فبعدها قال له عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف الكلام اللي اتكلمته معاكم دوت سر
ما تقولوش بيه لحد. فبعدها يجي لابو بكر الصديق طليحة بن عبيد الله رضي الله عنه وقال له ازاي هتسيب لنا عمر وانت شفته ازاي شديد على الناس وغليظ في معاملته، وانت خلاص هتقابل ربنا وهيسألك عن رعيتك، فازاي هتسيب لنا عمر اللي هو ازاي هتسيب لنا واحد بالجبروت دوت. فزعل ابو بكر الصديق واتعصب وقال لطليحة أبالله تخوفني؟ انا لما هقابل ربنا هقول له استخلفت على اهلي خير اهلي، اللي هو لما ربنا يسألني هقول له اخترت احسن واحد فينا. وبعدين بعت لعثمان بن عفان وقال له اكتب ورايا بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد هذا ما عهد به ابو بكر الصديق بأبي قحافة الى المسلمين. وبعدها فقد ابو بكر الصديق وعيه بسبب شدة مرضه. فعثمان بن عفان في الوقت دوت كان في موقف صعب جدا، يمكن اصعب موقف مر بيه في حياته، وافتكر ان سيدنا ابو بكر مات فكمل وكتب قد استخلفت عليكم بعمر بن الخطاب. ولما فاق ابو بكر الصديق قال لعثمان اقرا عليا اللي انت كتبته، فقرا له. فابو بكر قال له انت خفت ان الناس تختلف بعدي وتحصل فتنه بعد موتي. فسيدنا عثمان بن عفان رد وقال له الصراحه فقال له ابو بكر الصديق جزاك الله خيرا عن الاسلام وعن اهله. وبعد ما كتب العهد امر سيدنا ابو بكر الصديق انه يتقري على الناس وجمعهم وبعت لحد يجيب عمر بن الخطاب. وجه عمر وقال اسمعوا للخليفه عشان عاوز ينصحكم. فالناس سكتت عشان يسمعوا واتقال العهد ومفيش حد اعترض. وجه ابو بكر الصديق وقال لهم اترضون بما استخلفت عليكم؟ فاني ما استخلفت عليكم ذا قرابه واني قد استخلفت عليكم بعمر بن الخطاب فاسمعوا له واطيعوه. فرد الناس وقالوا سمعنا واطعنا. وجاب سيدنا ابو بكر عمر وقال له انا خليتك الخليفه على اصحاب رسول الله ووصاه بتقوى الله، وخطب في الناس خطبه بيقول فيها الوصيه بتاعته لعمر. وتوفى سيدنا ابو بكر الصديق بعدها بايام. وبعدها عمر بن الخطاب خطب في الناس وقال ان العرب زي الجمل اللي بيمشي ورا القائد بتاعه، بس انا والله لاشيلكم واحطكم على الطريق الصحيح. وقال للناس هتعملوا ايه لو راس عمر ملت للدنيا كده؟ فمحدش رد عشان في هيبه وخوف من عمر. فكررها عمر 3 مرات لحد ما رد عليه واحد وقال له والله لو ملت راسك للدنيا كده هنجيلك بالسيوف كده. فرد عمر وابتسم وقال الحمد لله ان في امه محمد حد يقوم راس عمر لو ملت للدنيا. فالمهم بعد موت سيدنا ابو بكر الصديق عمر قام بدفنه وطلع بخطبه طويله في المسلمين وضح فيها سياسته في الامور السياسيه والماليه والطريقه اللي هيدير بيها المسلمين، وبدا يوضح كل الاشكالات اللي ممكن تتفهم بشكل غلط. والبيان ده من الخليفه كان اول حاجه عملها وقال فيه يا ايها الناس انما انا رجل منكم ولولا اني اكرهت ان ارد امر خليفه رسول الله ما تقلدت امركم، ان الله ابتلاكم بي وقد ابتلاني بكم وابقاني فيكم بعد صاحبي، وقد بلغني ان الناس هابوا شدتي وخافوا غلظتي وقالوا ان عمر كان يشتد علينا والرسول بيننا وكان يشتد علينا والصديق بيننا فكيف وقد صارت الامور اليه. وقال من قال هذا فقد صدق. وقال لهم انتوا كنتوا عارفين الطيبه واللين في رسول الله وصاحبه ابو بكر الصديق، ودلوقتي انا الولي عليكم. فالناس لازم تعرف ان الشده خلاص بقت الضعف بس على اهل الظلم، لكن اهل السلام والدين هتلاقوني معاكم لين زي الصديق والرسول عليه الصلاه والسلام. وانا بقول اهو اللي هيظلم انا هحط وشه في الارض لحد ما يقول الله حق، وانا وشي في الارض لاهل الخير والحق وليكم حقوق عليا، وهي اني ما اجيش ناحيه خراجكم لنفسي، وليكم عليا ان ازيد رزقكم واقضي حوائجكم واني مرميكوش في المهالك، ولو طلعتم تجاهدوا وحد مات فانا ابو عياله. ومن الوقت دوت يبدا عصر خليفه ابو بكر الصديق. وكان عمر بيتلقب بلقب خليفه رسول الله اللي هو خليفه ابو بكر الصديق. ففي مره كان عاوز يعرف تقرير عن العراق فبعت لهناك فبعت له شخصين بتقرير عن اللي بيحصل في العراق. الشخصين دول كان اسمهم لبيد بن ربيعه والتاني كان اسمه عدي بن حاتم. الاتنين دول لما وصلوا المدينه سالوا عن عمر بن الخطاب، قالوا لهم عمر بن الخطاب في المسجد. فراحوا هناك فقابلوا عمرو بن العاص فطلبوا منه انه يستأذن امير المؤمنين بدخولهم. فالكلمه رنت في دماغ عمرو بن العاص، فدخل عمرو بن العاص على عمر بن الخطاب وقال له انهم طالبين يقابلوك يا امير المؤمنين. فعمر قال له ايه الاسم ده؟ فعمرو بن العاص قال له احنا المؤمنين وانت اميرنا، وحكى له انهم قالوا له الاسم ده. فالاسم عجب عمر بن الخطاب واطلق عليه بعدها، وبقى اللقب دوت بيطلق على كل الخلفاء اللي هيجوا بعده. بس كان ايه احوال العرب وقت ما مسك عمر الخلافه؟ اقول لك. نبدا بالعراق. كان
كان في جزء منها تابع للدولة الإسلامية في عهد أبو بكر الصديق، لما بعت خالد بن الوليد زي ما حكينا في قصة خالد بن الوليد ازاي قدر يهزم الفرس وقتها. فوقتها بعد ما قدر خالد بن الوليد يهزم الفرس هزيمة ساحقة، طلع على الروم عشان يساند جيوش المسلمين الأربعة اللي راحوا يفتحوا الشام، وبالفعل يهزموا الروم ويسيطروا على 23 مدينة، ووصلوا انهم حاصروا دمشق. وبعدها تراجعوا لما امبراطور الروم هرقل بعت تعزيزات بقيادة اخوه ويهزموا الروم في معركة اجنادين سنة 13 هجرية. والمعركة ديت كانت قبل ما عمر يبقى خليفة بفترة صغيرة، وتفاصيل المعارك ديت هتلاقيها بالتفصيل في حلقة خالد بن الوليد. فلما عمر مسك الخلافة الدنيا حرفيا كانت مولعة، فالعرب كانوا بيحاربوا اكبر امبراطوريتين في العالم في الوقت دوت اللي هم الفرس والروم. واحنا عارفين العداوة الكبيرة والحروب اللي كانت بين الفرس والروم، بس وقتها هم حسوا بالقوة الجديدة اللي ظهرت في العالم واللي هم العرب المسلمين، فوقفوا الحروب بينهم وفضوا نفسهم انهم يخلصوا على القوة الجديدة ديت من قبل ما تتوحش اللي هم المسلمين. اول حاجة عملها عمر هو انه بعت لابو عبيدة بن الجراح وقال له خبر وفاة ابو بكر الصديق رضي الله عنه، واداله امر بعزل خالد بن الوليد من قيادة الجيش، وان ابو عبيدة بن الجراح هو اللي هيكون القائد للجيش مكانه. في الوقت دوت كانوا بيحضروا انهم خلاص هيفتحوا دمشق، فعمر بن الخطاب بعت توجيهاته للجيش وازاي هيمشي، فقال احنا هنبدأ بدمشق عشان هي الحصن الاكبر للشام وبيت المملكة بتاعتها، وانتوا بتحاربوا دمشق ابعتوا كتايب لفحل عشان تشغلوهم وما ينضموش لجيش دمشق، فلو قدرتم تفتحوها قبل دمشق يبقى مصلحة، بس لو دمشق اتفتحت قبلها فاطلع انت واللي معاك على هناك وافتحوها وسيب خليفة ليك في دمشق، ولما تخلصوا فتحها اطلع انت وخالد بن الوليد على حمص، وودي عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة على الأردن وفلسطين. وبالفعل دوت اللي حصل، وابو عبيدة بن الجراح يحاصر دمشق ويبعت قوات لمدينة فحل عشان ما ينضموش لجيش دمشق زي ما عمر قال، وبعد شهر من الحصار يقدروا يفتحوا دمشق، وبعدها يطلعوا على مدينة فحل وينضموا للقوات اللي هناك ويفتحوها ويكملوا على المدن اللي حواليها لحد ما يوصلوا لحمص، وما يبقاش فاضل غير بيت المقدس والمدن اللي حواليه. ففي الوقت دوت هرقل زعيم الروم ما بقاش عارف يعمل ايه، اللي هو الناس دول طلعوا لنا من امتى؟ وبعد ما كان فاكرهم مجرد قطاع طرق مش اكتر، دلوقتي فهم انهم جيش قوي ومنظم كويس، فجهز جيش كبير عشان يواجه بيه المسلمين. في الوقت دوت الفرس من الناحية التانية بدأوا يهاجموا هم كمان، فتراجع الجيش عشان يحموا العراق من الفرس. فالوقت دوت جيش الروم استغل الموقف دوت وبدأ يتقدم بجيشه لجوه اكتر، فالمسلمين خلصوا موضوع العراق بسرعة ورجعوا عشان يلاقوا جيش روما الكبير وصل اليرموك، عشان هناك تقوم اكبر معركة مفصلية في التاريخ الاسلامي مع الروم، وتفاصيل معركة اليرموك هتلاقوها في حلقة خالد بن الوليد برضه. فتقوم حرب صعبة جدا وينتصر جيش المسلمين بعد حرب قاسية جدا مع الروم في اليرموك. في الوقت دوت كان هرقل في انطاكيا، فجهز نفسه وخرج من ارض الشام قبل ما المسلمين يوصلوا له، وهو عارف كويس ان الشام خلاص ضاعت منه، ويكمل الزحف الإسلامي على الشام، وقدر جيش المسلمين يفتح كل مدن الشام وفلسطين كاملة. والرسائل في الوقت دوت كانت رايحة جاية بين عمر بن الخطاب وابو عبيدة بن الجراح، عشان كل يوم كان في فتح المدينة جديدة. وفي واحدة من الرسائل كان ابو عبيدة بن الجراح بيشكر في خالد بن الوليد على الذكاء بتاعه وتخطيطه في قلعة قنيصرين. في الوقت دوت عمر بن الخطاب قال الله يرحم ابو بكر الصديق كان عارف في معدن الرجال عني، ويوصل الزحف الإسلامي لحد بيت المقدس، والبطريرك هناك يعلن استسلامه لعمرو بن العاص اللي كان محاصر المدينة، بس يدي شرط ان المدينة هتتسلم لعمر بن الخطاب بنفسه عشان هو اللي يستلم مفاتيح المدينة. ويبعت عمرو بن العاص رسالة لعمر بن الخطاب يقول له فيها على الشرط ده. فعمر استشار عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب. عثمان بن عفان كان رأيه انه ما يروحش عشان كده هنقدر ندخل المدينة لو كملنا، في نفس الوقت دخولنا بالقوة هيبقى مذلة ليهم اكتر. بس علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان له رأي تاني، ورأيه كان ان عمر يروح ويستلم المدينة عشان دوت هيريح الجنود المسلمين اكتر، وهيبقى برضه رسالة ليها معاني للسلام. فخد عمر بن الخطاب برأي علي بن ابي طالب وطلع على بيت المقدس في الرحلة الشهيرة، لما عمر ركب الجمل بتاعه من غير عمامة ولا اي لبس فخم، وما كانش معاه غير المية ومنامة ينام عليها بالليل لحد ما يوصل بيت المقدس. ولما وصل
وصل هناك استقبلوه القادة وجابوا له حصان فاخر من اللي هم بتوع الخيل الملكية. فعمر رفض وقال لهم انا مش همشي غير على الجمل بتاعي، عشان عمر بن الخطاب ما كانش بيحب المنظرة ولا بيهتم بالشكل وانه يبان زي الملوك كده. فهو ماشي يوصل لمكان فيه مية، فنزل من على الجمل بتاعه وهو ماسكه وقلع جزمته ونزل عشان يشرب. فكان ايد موطي يشرب بيها والتانية ماسكة الحبل بتاع الجمل. فابو عبيدة بن الجراح قال له يا امير المؤمنين انت بتعمل كده؟ بتقلع جزمتك وتشيلهم وانت ماسك الجمل وتدخل ماشي في الطين بنفسك؟ وقال له بمعنى انك كده مش بتتصرف كملك. فيرد عمر ويقول له بصدمة لو حد تاني غيرك يا ابو عبيدة قال لي الكلام دوت كنت هتصرف معاه تصرف تاني خالص. احنا كنا اذل قوم فربنا اعزنا بالاسلام، فاحنا لو هنطلب العزة بغير الحاجة اللي ربنا اعزنا بيها ربنا هيذلنا. ويوصل عمر بعدها للقدس ويدي كل الضمانات للمسيحيين سواء مدنية او دينية في مقابل الجزية، وشرط عليهم طرد الروم بره الشام، وكتب لهم العهدة العمرية اللي بتضمن لهم حقوقهم. واستغل انه في الشام وبقى يطب على القادة بتوعه ويشوف هم عايشين ازاي وفين وحالهم اتغير ولا زي ما هو. في مرة دخل بيت ابو عبيدة بن الجراح وشاف انه ازاي زي ما هو في تقشف وما غيرتهوش الفلوس ولا مهتم بيها. فاطمن عمر بن الخطاب وطلع برضه على بيت خالد بن الوليد ولقى برضه انه ما اتغيرش ومفيش حاجة تلفت النظر في بيته غير الاسلحة، عشان خالد بن الوليد كان بيحب يجمع الاسلحة كتذكار. وحاول عمرو بن العاص انه يقنع عمر بن الخطاب انه يكمل فتح ويوصل مصر. فعمر ما كانش مقتنع في البداية، لكن عمرو بن العاص اقنعه انه يفتحها. ازاي؟ ده حكيناه في قصة عمرو بن العاص. فنيجي بقى للعراق. بعد ما خرج نص الجيش عشان يساعد في فتح الشام بقيادة خالد بن الوليد، في الفترة دي كانت الاوضاع مستقرة هناك، والفرس في نفس الوقت كان عندهم اضطرابات سياسية. ففي اخر 3 سنين اتقتل عندهم 3 ملوك. بس في الوقت دوت المسلمين كانوا عارفين ان اول ما بلاد فارس تستقر وتسترد قوتها هتيجي تهاجمهم عشان تاخد العراق. في الوقت دوت الوالي على العراق كان اسمه المثنى بن حارثة، وده اللي مسك هناك بعد ما مشي خالد بن الوليد وطلع على الشام بنص الجيش. والمثنى بن حارثة كان من اهم الاسباب اللي ساعدت في ضم العراق لداخل الدولة الاسلامية. ففي الوقت دوت طلع على المدينة وراح لعمر بن الخطاب وقال له رأيه في الوضع السياسي هناك، وقال له انه شايف اننا لازم نكمل فتوحات وما نوقفش هنا، عشان لو وقفنا هنا بعد فترة الفرس هتيجي وتحاربنا في ارضنا. فعمر اقتنع ووافق على فكرته، وبدأوا يعملوا جيش بقيادة ابو عبيدة بن مسعود الثقفي، وبدأ ينادي في الناس بالجهاد. بس اول 3 ايام ما تطوعش للجهاد غير عدد قليل، عشان جبهة الفرس كانت تقيلة في حربها، وكان المسلمين ما بيحبوش يحاربوا في الجبهة دي. ففي اليوم الرابع طلع المثنى ابن حارثة وخطب فيهم خطبة قوية، والخطبة دي كانت فيما معناها ان احنا نقدر نكسب الفرس وفتحنا ارضهم قبل كده وهم اللي خايفين مننا بعد ما جري الدم في نهرهم 3 ايام زي ما حكينا في قصة خالد بن الوليد. وكمل وقال احنا كنا ماشيين كويس فيلا نكمل زي ما كنا وهننتصر ان شاء الله. فوقتها الناس اتحمسوا وانضم للجيش في الوقت دوت 1000 مقاتل، وقال له عمر بن الخطاب اطلع بيهم على العراق وهيجيلك على هناك جيش ابو عبيدة. وبدأ عمر بن الخطاب يجهز لخطة الحرب ويختار القادة. وعمر بن الخطاب كان مهتم جدا باختيار القادة لان ديت حاجة متعلقة بروح المسلمين وهو اللي هيتحاسب عليهم قدام ربنا. وكان عمر بن الخطاب بيقول ان اختيار قائد الجيش عنده اهم من اختيار الوالي، عشان الوالي هيراجع عمر بن الخطاب في القرار بتاعه، لكن قائد الجيش قراره بياخده في لحظتها. وكان عنده معاييره في اختيار القادة، واللي كان اهمها انه يكون شجاع وعنده اقدام وبيكره الخسارة وبيدور على النصر باي طريقة مع حفاظه على ارواح الجنود. فعمر بن الخطاب بعت لابو عبيد واحد اسمه سليطة الانصاري، وسليطة دوت كان مقاتل من الدرجة الاولى فكان قوي جدا. وقال لابو عبيد انا بعت لك واحد اسلامه قوي فاقبل منه المشورة في امور الحرب. وقال له سليطة انك لو ما عندكش اندفاع كبير في الحرب كنت هوليك قيادة الجيش، عشان الحرب ما ينفعش فيها غير الراجل الهادي اللي يعرف يسيطر على انفعالاته ويخطط كويس. وامر عمر ان محدش يحط البراء بن مالك رضي الله عنه في قيادة اي حاجة في الجيش، عشان البراء بن مالك كان مندفع جدا في القتال وكان في شخصيته رغبة في النصر بغض
بغض النظر عن ايه التمن لدوت. وفي نفس الوقت برضه عمر رضي الله عنه ما كانش بيحب يولي اي حد من اللي كانوا ارتدوا عن الاسلام بعد موت الرسول، فكان بيدخلهم الجيش كجنود مش قادة عشان الثقة فيهم ما كانتش كبيرة زي التانيين. فالمهم وقتها يطلع الجيش على مدينة اسمها الحيرة، والملكة في المملكة اللي على الحدود وقتها كان اسمها بوران. فبوران ديت قسمت الجيش بتاعها لاتنين، واحد بقيادة نرسا واللي كان ابن خالد كسرى، والتاني كان بقيادة جبان وده كان واحد من اغنى الناس في العراق وكان بيكره المسلمين جدا. فالمهم يتقابل جيش جبان مع جيش ابو عبيد، ويقدر ابو عبيد ينتصر في الحرب ديت ويهرب جبان من المعركة. والمعركة ديت كان اسمها معركة النمارق واللي كانت سنة 13 هجرية. وبعدها ابو عبيد يقابل الجيش التاني اللي كان بقيادة نرسا في معركة كان اسمها معركة الساقطية، ويقدر ابو عبيد ينتصر عليهم برضه ويكمل ابو عبيد في التوغل في اراضي الفرس. فيكون الفرس في الوقت دوت جيش بقيادة واحد اسمه جالينيو، ويقابل جيش ابو عبيد في معركة اسمها معركة بقسياسة، وبرضه ابو عبيد يقدر ينتصر عليهم. ويرجع بعدها ابو عبيد لمنطقة الحيرة تاني بعد الثلاث معارك اللي كسبهم ضد الفرس. بس الثلاث معارك اللي حصلت ديت والثلاث جيوش اللي اتهزموا دول عارفين اتهزموا في قد ايه؟ في 10 ايام بس. زي ما سمعت كده الثلاث حروب دول كانوا في 10 ايام بس. فالمهم تنتشر اخبار الانتصارات ديت والفرس يقرروا انهم يعملوا جيش كبير جاي من قلب الفرس نفسهم مش من الممالك بتاعتهم اللي على الحدود. فجهز الفرس جيش كان حوالي 70,000 مقاتل، وكان قائد الجيش دوت واحد اسمه بهامان، وكان قائدهم الكبير واحد اسمه رستم، ورستم دوت كان واحد من اهم قادتهم في التاريخ كله. فالمهم يتحرك جيش المسلمين عشان يقابلوهم في شمال الحيرة، ويتقابل الاتنين عند نهر الفرات. فقائد الفرس قال لهم يا اما تعدوا لينا وهنسيبكم تعدوا يا اما احنا اللي هنعدي ليكم. ففي الوقت دوت سليط الانصاري قال لابو عبيد ما تعديش، مع ان سليط دوت كان مندفع في الحرب. فكمل سليط وقال له ما تعديش عشان الفرس المره ديت مجهزين جيش كبير، ومكان الفرس هناك احسن من مكاننا هنا عشان عندهم طريق ممكن يتراجعوا منه وفي مجال كبير ليهم سواء هيهاجموا او يهربوا. بس ابو عبيد ما خدش برايه، مع ان عمر بن الخطاب كان قال له خد برايه، وقال ابو عبيد هم مش هيكونوا اجرأ على الموت مننا. وعدى الجيش الاسلامي الجسر، وبعد ما عدوا لقوا المكان ضيق والجيش الفارسي كبير، عشان كده سليط الانصاري قال له ما تعديش، ودي كانت غلطه كبيره. ودوت الفرق بين خالد بن الوليد وبين اي قائد جيش تاني، عشان خالد بن الوليد كان دايما هو اللي بيختار مكان المعركه. فالمهم جيش الفرس كان فيه فيله متدربه، فالخيول الاسلاميه خافت وبدا القتال، واستشهد عدد كبير جدا من المسلمين، منهم القائد ابو عبيد الثقفي اللي مات تحت رجل فيه واتسحب جثته من تحت. وبقى القائد في الوقت دوت هو المثنى ابن حارثة. فلما شاف اللي حصل دوت امر بتراجع الجيش الاسلامي وينسحب الجيش ويرجعوا، ويوصل خبر المعركة ديت لعمر بن الخطاب اللي زعل جدا على اللي استشهدوا دول. ودي كانت اول هزيمة للمسلمين ضد جيوش الفرس، وكان درس قاسي جدا على المسلمين وتعلموا منه كويس. بعدها عمر بن الخطاب اعلن عن الجهاد وبعت الرسائل لكل القبائل عشان يبعتوا المتطوعين، وجمع جيش من اللي كانوا ارتدوا قبل كده وبعتوا للمثنى، وبعت رسالة للمثنى ونبه عليه انه ما يقعش في نفس الغلط اللي وقع فيه ابو عبيد، وقال له انت لازم تختار ارض المعركة بنفسك وتدرسها كويس. فالمرة ديت يطلعوا بالجيش ويتقابلوا عند النهر تاني، ويبعت الفرس رسالة يقولوا لهم هتعدوا انتوا ولا نعدي احنا؟ فيردوا يقول لهم لا عدوا لنا انتوا، وتبدأ المعركة وينتصر المسلمين فيها ويردوا اعتبارهم، ويقدر المسلمين يسيطروا على بلاد بين النهرين بالكامل اللي هي العراق. وقتها قام اجتمع الفرس عشان يشوفوا هيعملوا ايه، فاجتمع رستم والفيزران. والفيزران دوت كان اكبر ارستقراطي فارسي في الوقت دوت، وكان اغنى واحد في بلاد فارس تقريبا. فالمهم الفيزران ورستم القائد العسكري كان عندهم خلافات كبيره، فقالوا لهم انتوا لازم تحلوا الخلافات بتاعتكم عشان نقدر نتصدى للعدو ده. وبالفعل كله هناك يتجمع حوالين ملك جديد اللي كان اسمه يزدجرد الثالث، وكان لسه صغير كان عنده 21 سنه. فكل فارس اتجمعت حواليه، وهو عمل رستم والفيزران مستشارين ليه، وجهزوا جيش كبير بقيادة رستم نفسه. فهنا عرف المثنى وحس بالخطر، عشان لو الفرس جابوا جيش ممكن سكان العراق يتقلبوا علينا ويحاربوا مع الفرس. فبعت رسالة مستعجلة لعمر بن الخطاب
وحكى له فيها على كل اللي بيحصل. فعمر بعت له وقال له جهز كل المقاتلين اللي عندك وجهزوا عشان المعركه، وما تسيبش اي حد مقاتل عندك غير اما يكون معاك، عشان ديت هي المعركه الفاصله. فراح عمر بن الخطاب اعلن الجهاد وبدا يجمع جيش حوالين المدينه، وطلع وقال انه هيقود الجيش دوت بنفسه. فلما المسلمين عرفوا كده عدد كبير من المسلمين طلعوا واتطوعوا، وجه مقاتلين من كل القبائل. فكان عمر بن الخطاب في الوقت دوت هيولي مكانه علي بن ابي طالب رضي الله عنه مكانه في المدينه. فجاله عبد الرحمن بن عوف وقال له ما تخرجش بنفسك يا عمر، عشان انت لو خسرت المعركه ديت غير لو جيشك خسر المعركه هتفرق كتير جدا. انت لو مت انا خايف الدين الاسلامي يضيع من بعدك ويرتدوا تاني. فعمر قال له طب مين ممكن يقود الجيش دوت؟ فقال له مفيش غيره، اسد الاسلام سعد بن ابي وقاص، ذكي وقوي وشجاع وقائد كبير، وهو اصلح واحد يقود الجيش في المعركه دي. فعمر وافق واستشار كبار الصحابه واتفقوا كلهم على سعد بن ابي وقاص. فعمر راح جايب سعد بن ابي وقاص وقعد يقول له انك هتبقى قائد الجيش اللي هيخوض المعركه الحاسمه مع الفرس، وقعد يديله تعليمات ونصايح. وفي الوقت دوت يموت المثنى بن حارثه من اصابته في المعركه اللي فاتت، ويوصل سعد بن ابي وقاص للعراق وينضم له الجيش بتاع المثنى. فعمر ما اكتفاش بالجيش دوت، لا ده بدا يجمع جيش تاني وبدا يروح يكلم القبائل ويحمس فيهم ويبعت منهم على جيش العراق هناك، وبالفعل يزيد العدد ويتطوع ناس جديده. وفي نفس الوقت الفرس كانوا عمالين يجمعوا في جيشهم عشان عارفين انهم لو خسروا المعركه ديت مش هيعرفوا يجمعوا نفسهم تاني. فكانت المعركه ديت اللي هتحدد مصير المسلمين والفرس. في الوقت دوت كان عمر بن الخطاب متابع مع سعد بن ابي وقاص الاخبار لحظه بلحظه، وكان عارف كل خطوه هتحصل. فعمر بعت له في رساله بما معناه اهدى على المسلمين في المشي، فما تتعبهمش في المشي قبل الحرب وتخليهم يفقدوا قوتهم، عشان العدو واقف في مكانه واحنا اللي رايحين له. فخليك ذكي في الحته دي، كان عاوزين نوصل لهم بكل قوتنا. حتى ان عمر كان قال له ان كل جمعه اقعدوا تستريحوا يوم وليله، وقعد يديله نصايح عن الحرب، وانه لازم يكون معاه مستشار بس يكون واثق في دينه. واداله نصايح كتير وقال له اول ما يحصل القتال ما تندفعش وتهاجم لو هو ما هاجمكش، قبل ما تدرس الارض اللي انت واقف عليها الاول وتعرف نقطه ضعف عدوك عشان ما يبقاش واخد عليك افضليه المكان، وما تجيبش معاك اسرى اللي مش هيستسلم اقطع رقبته. فالمعركه ديت انا عاوزك ترعبهم وحاول توصل للقادسيه قبلهم. فالمهم يوصل سعد بن ابي وقاص بالجيش للقادسيه في شهر صفر سنه 15 هجريا، ويبعت له وقتها عمر ويقول له اوصف لي المكان بالتفصيل. فسعد بن ابي وقاص يوصف له المكان بكل تفاصيله حرفيا. ويوصل بعدها بفتره طويله جيش الفرس اللي يوصل بعدها ب4 شهور، والمسافه اصلا كان ممكن تتجاب في اقل من اسبوع اللي هو بتاع 185 كيلو. فرستم كان بيمشي بتاع 1.5 كيلو كل يوم، وده كان بسبب انه عاوز جيش المسلمين يزهق ويرجع، وده كان بسبب خوفه من جيش المسلمين واحساسه انهم مش مستعدين للحرب دي، مع ان عددهم في الوقت دوت كان حوالي 120,000 جندي في مقابل 33,000 بس من المسلمين. ويتقابل الجيشين في القادسيه، وكانت معركه دمويه قويه جدا جدا استمرت لمده 4 ايام، وبعد 4 ايام ينتصر جيش المسلمين ويتقتل القائد رستم وجالينيو و40,000 من جنود الفرس، ويستشهد من المسلمين 8,500 شهيد. وفي مؤرخين بيقارنوا يوم القادسيه بيوم بدر في النسبه بتاعه العدد وطريقه الانتصار. وقبل ما الخبر يوصل للمدينه المنوره عمر بن الخطاب كان بيطلع كل يوم الصبح حوالين المدينه يسال اللي رايح واللي جاي عن الاخبار. فوهو بيسال يقابل الرسول اللي جاي من هناك بالخبر، فيبدا يتكلم معاه وهو ماشي ورا الجمل بتاعه لحد ما يقول له هزم الله الكفار، ويدخل المدينه وكان كله بيرحب بعمر امير المؤمنين. فالرسول قال له انت ليه ما قلتليش انك امير المؤمنين؟ عمر قال له مش مهم، المهم ان احنا كسبنا. مهم الانتصار دوت كان بدايه النهايه للفرس. فامر عمر بن الخطاب سعد بن ابي وقاص انه يتقدم ويفتح المدائن اللي هي عاصمه الفرس، ويحاصر المسلمين المدائن لمده 2 شهر، ويدخلوا المدائن ويفتحوها. ويهرب ملك الفرس ويدخل المسلمين للقصر بتاع كسرى، القصر الابيض اللي فيه كل العجائب، كان مليان بالكنوز والعرش بتاع كسرى وجواهر وتاج كسرى والسيف والسوارين بتوعه كسرى. والمكان دوت كان مقر الحكم بتاع الفرس، ولقوا في الخزنه بتاعه كسرى 3 تريليون دينار. سعد بن ابي وقاص وزع الغنايم على المسلمين وبعت خمسها للمدينه المنوره اللي منها لبس كسرى والاساور والسيف بتوعه. فلما عمر بن الخطاب شافها قال ان الناس اللي تبعت دوت من الغنايم ناس امينه. رد عليه علي بن ابي طالب وقال له انك تعففت فتعففت رعيتك.
فكله بيبدأ من الحاكم. فعمر بعت يجيب سراقة ابن مالك اللي كان هيبلغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة، وقال له كيف أنت يا سراقة وسواري كسرى بين يديك. فعمر جابه ولبسه لبس كسرى بالكامل، وبقى ماشي في المدينة يهزي ويقول بخ بخ عربي لابس هدوم كسرى، وكان فاكر انه هياخد الحاجة ديت ليه. فعمر قال له لا تعالى يا حبيبي، الرسول قال لك سواري كسرى بين يديك مش في بيتك، اقلع الحاجة ديت. فخد عمر الحاجة ديت ودخلت بيت مال المسلمين عشان تتوزع على المسلمين. وطلب عمر بن الخطاب من عبد الرحمن بن عوف ان يوزع الغنائم ديت على المسلمين. وفي الوقت دوت بدأ عمر يشجع العرب انهم يهاجروا المدن الجديدة اللي هيعملها عمر للعرب هناك عشان تكون اساس ليهم في البلاد اللي فتحوها، وفي نفس الوقت تكون قواعد عسكرية يجمع فيها جيوش المسلمين. فأمر عتبة ابن غزوان انه يبني مدينة البصرة، وأمر سعد بن ابي وقاص انه يبني الكوفة، وبعدها برضه هيأمر عمرو بن العاص انه يبني الفسطاط في مصر. واختار مواقع المدن ديت كويس بانها ما يفصلهاش عن الصحراء اي حاجز طبيعي زي الانهار والجبال، عشان لو حصل اي حاجة يقدر المسلمين ينسحبوا في اي وقت. وفي عهد عمر بن الخطاب يتم فتح العراق كاملة ويطلعوا على الاهواز. وكان عمر على طول في خطابات مع القادة، وكان له عين في وسط الجنود وعين في القادة عشان يعرف كل صغيرة وكبيرة في الجيش. في واحدة من المعارك يواجه المسلمين جيش قائده كان اسمه الهرمزان، وده واحد من اهم القادة الفرس اللي شاركوا في معركة القادسية، وقدر المسلمين يهزموه ويتحصر في قلعة اسمها تستر سنة 17 هجرية. ويستسلم الهرمزان وقال للمسلمين انا عاوز احط ايدي في ايدكم تحت حكم عمر بن الخطاب. فربطوه وخدوه للمدينة، وقبل ما يدخل المدينة قاموا ملبسينه حرير وذهب اللي هو قائد، عشان الناس تشوف الملوك ازاي بتقع تحت ايد المسلمين البسطاء. فراحوا لعمر بن الخطاب ما لقوهوش في البيت، فسألوا عليه قالوا لهم ده نايم في المسجد. فراحوا للمسجد ودخلوا، فبيسألهم هو فين الحرس بتوعه وفين الخدم، فقالوا له هو ملهوش لا حرس ولا خدم، هو بينام في المسجد في امان عادي. فقال الهرمزان ملوش حارس ازاي، ده اكيد نبي. فقالوا له لا هو بيعمل صالح زي الانبياء بس. فالناس لما شافوا الراجل اللي داخل وكله ذهب دوت قام بدأوا يتكلموا وزادت الدوشة. فصحي عمر بن الخطاب، فلما صحي عمر بن الخطاب وشافه قال اعوذ بالله من النار واستعيذ بالله، وبعدها قال الحمد لله الذي اذل بالاسلام هذا، وقام قايل يا معشر المسلمين تمسكوا بهذا الدين ولا تغرنكم الدنيا فانها غدارة. فالوفد بتاع المسلمين قالوا له ده ملك الاهواز، فاتكلم معاه يا عمر. فعمر قال مش هتكلم معاه لحد ما يقلع الذهب ده. فراح غير لبسه ولبس عادي ودخل على عمر. فعمر قال له شفت اخرة الغدر وعقاب ربنا؟ فالهرمزان قال له احنا كسبناكم في الجاهلية لما كنا احنا الاتنين معناش ربنا، ولما ربنا بقى معاكم غلبتونا. فعمر قال له لا انتوا غلبتونا في الجاهلية عشان انتوا كنتوا متجمعين واحنا متفرقين. فعمر قال له انت ليه غدرت ورجعت في عهدك معانا؟ فقال له انا خايف اقول لك تقتلني. فقال له انا مديك الامان لحد ما تقول. فطلب ميه عشان عطشان، فجابوا له ميه في كوبايه وسخه. فالهرمزان راح قايل له والله انا اموت من العطش ولا اشربش من الميه دي. فجابوا له كوبايه تانية نظيفه، فمسك الكوبايه وكانت ايده بترتعش. فقال له مالك؟ قال له انا خايف تقتلني وانا بشرب. فعمر قال له انا مديك الامان لحد ما تشرب. فقام ماسك الكوبايه ورميها وقال له خلاص كده مش هتقتلني، انا كنت عاوز الميه عشان اخد بيها الامان بس. فعمر قال له انا هقتلك. فالهرمزان قال له بس انت امنتني. فرد عمر وقال له انت كذاب. فرد انس رضي الله عنه وقال له لا صدق يا امير المؤمنين. فعمر اتعصب وقال انا انس هدي الامان للي قتل البراء بن مالك. فقال له شوف لي حل عاقبك انت. فعمر راح باصص للهرمزان وقال له خدعتني انا ما اتخدعش غير لمسلم. فراح اسلم الهرمزان وخد بيت في المدينه المنوره. وفي الوقت دوت الكسرى بتاع الفرس اللي هرب كان بيتنقل من مدينه للتانيه وبيحاول يجمع جيش تاني، وبالفعل يقدر يجمع جيش متكون من 150 الف مقاتل. ويعرف بدوت عبد الله بن عتبان، ودوت كان والي الكوفه بعد ما سعد بن ابي وقاص رجع المدينه. ويبعت رساله لعمر بن الخطاب ويقول له ان الفرس اتجمعوا وكونوا جيش وعاوزين يحاربونا. يوصل الرساله ديت لعمر بن الخطاب واحد اسمه قريب بن ظفر العبدي. فتفائل عمر بن الخطاب بالاسم بتاعه. وقتها نادى عمر بن الخطاب في الناس بالصلاه، واول واحد دخل كان سعد بن ابي وقاص. فتفائل عمر اكتر ويتجهز جيش المسلمين كويس ويطلع عشان يقابل جيش الفرس. ويتقابل الفرس والمسلمين في معركه نهاون اللي كانت سنه 21 هجريا. سمت المعركه ديت باسم فتح الفتوح،
عشان بعدها الفرس مش هتقوم لهم قومه تاني. المهم يتقابل جيش المسلمين والفرس وينتصر جيش المسلمين انتصار ساحق على الفرس ويأسروا ابو لؤلؤه فيروز، وبعدها يكمل المسلمين في كل المدن الفارسيه ويقدروا يفتحوا كل مدن الفرس، وتبقى مدن الفرس تحت حكم الخلافه الاسلاميه، وتبقى حدود الدوله الاسلاميه من مصر لحد اخر مدن الفرس في الشرق، ومن ارمينيا وبحر قزوين في الشمال لحد المحيط الهندي والنوبه في الجنوب. عمر بن الخطاب كان عامل ليه مجلس للشورى وكان مجمع فيه من كل الطوائف سواء مهاجرين او انصار عشان يعرف كل وجهات النظر. وكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه من اهم الناس اللي بيعتمد عليهم عمر بن الخطاب، فكان عمر بن الخطاب بيقول اعوذ بالله من كل معضله ليس لها ابا الحسن. وكان في المجلس الشورى بتاعه برضه شباب وكان بياخد برايهم زي ابن عباس اللي كان بياخد بمشورته. كان بيقول ان حداثه السن مش عائق انك تدي رايك، وان العلم مش بالسن لكن ربنا بيدي العلم لمن يشاء. وكانت السيده عائشه بنت ابي بكر برضه من المستشارين بتوع عمر بالذات في شؤون المراه. فعمر بن الخطاب في الحكم كان شخصيه فريده وقويه وعظيمه جدا، لو فضلنا نتكلم عن شخصيته من هنا لبكره مش هنخلص. بس من اجمل الحاجات اللي ممكن تلاحظها في قصته هو انه كان بيجمع بين القوه والحق والشورى مع بعض، ومن خلال ده قدر يعمل امبراطوريه اسلاميه كبيره بتمتد من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، وقدر بشخصيته دي يثبت الدين الاسلامي في كل الدول دي لحد يومنا ده. ويمكن برضه هو من ضمن الشخصيات القليله اللي جمعت بين الاخلاق والسياسه مع بعض. بكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده. لو الحلقه عجبتك يا ريت تدعمنا بلايك وسبسكرايب لو انت على اليوتيوب، وفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا الجديده اول باول، وشير لو انت على الفيسبوك او الانستجرام عشان بنتعب جدا في الحلقات دي وكلامكم هو اللي هيشجعنا نكمل. وتابعنا على فيسبوك وتويتر وانستجرام، وسيب لنا تعليق بفكره او حاجه تاريخيه حابب ان احنا نتكلم عنها في الحلقات الجايه. وما تنساش ان احنا بننزل حلقه جديده كل يوم جمعه الساعه 2 بتوقيت مصر بعد الصلاه. شكرا جدا ليكم، سلام.